مساء الخير عليكم. تعالوا نعمل النهاردة كفتة الحاتي في 10 دقايق بالظبط. أسهل وأسرع كفتة حاتي وأطعم كفتة ممكن تاكليها، وجايبالك الطريقة والتكنيك من داخل المطعم. وهنعمل مع بعض كمان طحينة المطاعم اللي ما يختلفش عليها اتنين، وازاي تطلعيها بنفس طعم المطاعم بطريقة بسيطة جدا. عايزة أقولك الكفتة القمر دي اتعملت في وقت قياسي، بدون فرن، بدون شوي، بدون دخان، بدون فحم، بدون أي تعب. استحالة تقولي إنك عاملاها في البيت. هتخرجيها من التلاجة هوب على البوتاجاز من فوق اتعملت وبقت زي الفل. تعالوا نبدأ ونشوف عملناها مع بعض ازاي بأسهل وأسرع طريقة. هنسمي الله ونبدأ على طول. بصلتين على كيلو من اللحمة، 3 4 فصوص من التوم، وننزل بيهم في كبة على شوية من البقدونس. هنضيف لهم كمان شوية من الفلفل الأسود ونكتر شوية. وبعد كده هنضيف لهم شوية من الملح، نص معلقة، وكمان شوية من الكزبرة الناشفة، شوية من بهارات المشاوي. وكل ده هنضربه في الكبة نص فرمة، مش كتير. وهانزل عليهم بكمية اللحمة اللي موجودة عندي، هتلاقوها ملحقتش تفك قوي لأني كنت مستعجلة. ومعلقتين كبار من بقسماط كنتاكي أو بقسماط البسبوسة، المتواجد عندك مش هتقول لأ. وهشغل الكبة وافرمهم كويس جدا جدا لحد ما يبقوا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. شايفين ما شاء الله العجينة أو اللحمة نفسها مع اتعجنت مع بعض في المكونات بقت طرية جدا، وقوامها متماسك كده، وما شاء الله مفيهاش غلطة. وبالسيخ اللي عندي ببتدي أصبعها كويس وأديها عقل كده نفس شكل الحاتي بالظبط. وبعد كده بنزل بيها في صينية فيها مسحة دهنية. شايفين ما شاء الله الكفتة قوامها عامل ازاي، متماسك ومتجانس كده ولينة في نفس الوقت، ولا بتفك ولا حاجة، وبنصبحها بكل سهولة. ده يرجع لحاجتين. أول حاجة إن هي فيها نسبة دهون مش أقل من 15%، عشان تديها القوام المتجانس ده. في نفس الوقت المعلقتين الكبار اللي ضفناهم من البقسماط امتصوا العصارة اللي نازلة من البصل، فما فكتش خالص معايا وطلعت قوامها زي ما انتوا شايفين في منتهى الجمال كده. متهيألي دي أسهل وأسرع كفتة ممكن تاكليها. يعني هوب من التلاجة على الكبة، ولا اضطرينا ان احنا نبشر البصل لوحده، ولا نصفي ميته، ولا نديله اضافات داخلية وحاجات خارجية. الموضوع اسهل وابسط من كده بكتير. الحاتي مش هيعمل كل اللي انت بتحكي عليه ده. الحاتي هيحط كل الحاجات دي كلها تتفرم كويس وتطلع في الاخر بالشكل الجميل ده. ممكن تديها مسحة من البيكنج باودر عشان تطلع معاكي هشة شوية، وممكن ما تديهاش وهتطلع معاكي برضو مظبوطة مليون المية. وبرفع الكفتة على البوتاجاز من فوق وبعلي النار قوي في الأول بس، وشوية وبهز الصاج كده عشان الكفتة تبعد عن بعض وتستوي كويس. أهم حاجة كل دقيقتين 3 بحرك الصاج في اتجاه مختلف عن الاتجاه التاني عشان النار توصل للكفتة من كل الجهات. وبعد 5 دقايق بالظبط بقلب الكفتة للناحية العكسية، و5 دقايق زيهم بكون طافية عليها وبتكون جاهزة معانا. تعالوا بعد كده نعمل سلطة طحينة بطعم مختلف تماما، يمكن كمان أجمل بكتير من اللي هتاكليها بره. طحينة، علبة زبادي كبيرة، شوية من الكمون، شوية من الملح، شوية كمان من الفلفل الأسود. وبعد كده هنضيف لها شوية من الكزبرة الناشفة، شوية كمان من البابريكا. وبقلب المكونات مع بعض بالشكل ده. بعد كده أضيف لها الخل. الخل بيظبط كده قوام الطحينة وبيخليها قوامها ممتاز، وطعمها كمان بيفرق جدا. بضيف معلقتين خل ومعلقتين كمان ليمون أو ليمونية كبيرة شوية بصفيها، وابتدي أقلب كويس جدا المكونات مع بعض بالشكل ده. هنا القوام ابتدى يتقل، هضيف لها المية بالتدريج. المية بتبقى دافية أفضل عشان تفك كده القوام بتاعي بسرعة ويطلع معانا قوام كريمي، واللون بتاعها بيبتدي يبيض كده ويبقى شكله جميل. هنا بضيف لها معلقة من الثوم، ومعلقة كبيرة كده أو معلقتين من خلطة الكفتة. دي الخلطة بتاعة الكفتة قبل على طول ما اضيف لها اللحمة. وبعد خلاص ما القوام بقى مظبوط كده ببتدي اضيفها في طبق التقديم، وادي بقى التاتش بتاعي. اديتها حاجة بسيطة قوي من بهارات الكفتة اللي قلتلكوا عليها او خلطة الكفتة، وشوية كده من البقدونس، شوية كمان من زيت الزيتون لو امكن، او اي زيت بيور عندنا. واخر حاجة بضيف رشة خفيفة قوي من البابريكا بتديها لون كده وشكل ظريف، والطعم طبعا بيبقى جميل جدا. كده خلاص بقت جاهزة معايا السلطة على التقديم. تعالوا نشوف الكفتة بتاعتي بعد ما جهزت. ما خدتش وقت خالص على النار، يعني من 10 ل 12 دقيقة كانت جاهزة معانا. وكل 5 دقايق بقلبها الناحية التانية. خلاص خدت اللون وشكل الجريل اللي انتوا شايفينه ده. كل ده من على البوتاجاز من فوق، بدون فرن، بدون شواية، بدون أي تعب.
وأنا باحضّر بقى طبق الكفتة أو بقى طبق التقديم بتاعي، بابتدي ألفّها كده يمين وشمال عشان تاخد من الصوص اللي خارج منها ده، وده بقى بيبقى خلاصة اللي هي الجميلة اللي فرمناها مع بهارات اللحم. ودي طبعًا اللي بتدّيها الطعم والريحة الجميلة اللي بتتميّز بيها كفتة الحيتي. تعالوا بقى نشوف البهاريز الجميل اللي خرج منها ده، هنستغلّه أحسن استغلال. هنضيفه على طبق التقديم، هيدّيها طعم وريحة ولمعة في منتهى الجمال. قدّميها بقى مع بطاطس محمّرة، مع عيش طحينة، العيش فينو، بلدي، اللي بيرجع لِك أنتِ حسب ما بتفضّلي. أنا من هواة العيش البلدي لإنه صحّي أكتر وطعمه جميل مع الحاجات اللي زي كده. قدّمي بقى واعملي الساندوتش مع شوية خضرة ومخلل وطحينة وبالهنا والشفا. وبكده أكون حضّرت معاكم أجمل سلطة مطاعم وأطعم كفتة حياتي في وقت قياسي. يعني الموضوع كُلّه ما خدش منّي لا وقت ولا جهد، لإني مغيّرة لكم المرّة دي في طريقة التقديم، في طريقة التسوية. أتمنى الفيديو يكون عجبكم، جرّبوها وقولوا لي رأيكم، فرّحوا ولادكم، استحالة هيقولوا إن أنتم عاملينها في البيت، هتعجبهم جدًا. كانت معاكم صبا العرايشي، وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.